على الرغم ان اهلاوي وعنصري كمان، بس احمد فتوح من اكتر اللعيبه اللي بحبها في المركز ده. بعد معلول طبعا. لعيب كبير وجميل وبيظهر دايما مع المنتخب بشكل كويس. وطبعا كلنا عارفين رامز جلال جايبه ليه، عشان طلع ترند الفتره اللي فاتت ان حوار تحليل المخدرات ومش عارف ايه. واللي ما نعرفش هو صح او غلط، بس ما ننكرش ان فتوح لاعب كبير. ونيجي على حلقة رامز جلال، الراجل قاعد هادي 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 وعمال يتقبل النقد ويتريق عليه. بس أول ما لبس التورته خده حتة الدين علقة. الناس شالوه منه بالعافية. ده لما عمل فيك كده يا عم عملت كده، أمال لما تدخل غسالة هتعمل إيه؟ الولا أقسم بالله مسكه دغدغه. مسكه دغدغه اللي هو عمل حدف تورته في وشه. أنا معرفش رامز يجيب الجرأة دي إزاي، اللي هو يدخل مع الأوضة يعني ويعمل في المقلب. المفروض كان يرميه لوحده وقام هو طالع بره. وطالع واول ما اكتشف انه مقلب في نظرة شر، بس بعد كده ما عملش حاجة يعني، هو طيب والله. وبقول له دم احمر وكده على سن الاهلي يعني. بس في حاجة ضحكتني، هو بقول له مين اللي ياخد الدوري؟ فقام قايل له احنا عايزين نجيبهم من التامن بقى.